بسم الله. مباراة تقطع النفس، مباراة تجيب أزمات قلبية وتجيب لك جميع الأمراض. الأهلي بيتخطى البنك الأهلي بنتيجة 2-1 في هدف في آخر دقيقة، وأخيرا افتكرنا إن البلاس 90 ده بتاعنا، وأخيرا لعيبة الأهلي افتكرت إن إحنا بننافس على الدوري، وإن المباراة دي مهمة، وإن المباراة دي لازم تكسبها، وإن المباراة دي لازم تلعب بحماس أكتر من كده، وتتلعب بشكل احسن من كده، وتدار فنيا بطريقه احسن من كده برضه. النهارده كابتن عماد النحاس كان سيء، اداره المباراه كانت سيئه جدا. خروج اشرف بن شرقي وخروج امام عاشور، المكسب غطى عليها وهيغطي عليها، لكن الخروج الاثنين دول انا مش لغايه دلوقتي مش فاهم انت بتفكر في ايه. ايه اللي انت كنت بتفكر فيه عشان تطلع الاثنين دول؟ انك تطلع اشرف بن شرقي في الدقيقه حاجه و60 وتطلع امام عاشور في اخر دقائق، وانت محتاج اللاعب الوحيد اللي كان عندك بيجري وكان بيعمل خطوره على البنك الاهلي. فوز يعني جه، بص فعليا انت طلعت روح لكل جماهير النادي الاهلي وكسبت المباراه دي في اخر دقائق كده. فوز يعني انت بص من رحم المعاناه، من اي حاجه فيها ماساه وطلوع روح. عمال 100 سيناريو عمال يجي في راسك، اي هجمه مرتده كانت للبنك الاهلي، اي تصرف من لعيبه البنك الاهلي في تصرف صحيح كان من قاضيه، قاضيه في المباراه دي. النهارده فعليا انت على لقطات من بعض اللعيبه هي اللي بتلعب بروح، والباقي في حاجه غلط، في حاجه مش مفهومه، في حاجه انت محتاج تستوعبها. وايه اللي بيحصل؟ انتوا ناسيين ان احنا المباراه دي مهمه، المباراه دي لازم تكسبها. المباراه دي لو كان خلص التعادل كنت ممكن تكسب الدوري في اخر مباراه بسبب فرق الاهداف. لكن انت ليه تزنق نفسك الزنقه دي؟ ليه تزنق نفسك الزنقه دي؟ المباراه انت النهارده فقدت فيها في حاجات كتير. الاهلي اتهزم على الهدف التعادل اللي جه في نهايه الشوط الاول. وخلينا نتكلم عن المباراه يا جماعه. عماد النحاس النهارده، اشرف بن شرقي، هو ايه مشكله ان اشرف بن شرقي يتشال؟ وايه تغيير علي معلول دي؟ علي معلول ينزل مكان كوكا، ايه اللي بيقدمه كوكا مش هيعرف يقدمه علي معلول؟ يعني ايه؟ بس هي دي الفكره، بس انا محتاج افهمها. ايه اللي هيقدمه مش بيقدمه كوكا مش هيقدمه علي معلول؟ يا عمي والله علي معلول لازم يلعب. انت مش جبهه سيئه طول المباراه، طب وبعدين؟ دفاعيا وهجوميا كله سيء، كله سيء. ده الراجل النهارده نزل عمل عرضيه، علي معلول من وقت ما نزل كوكا ما عملهاش طول المباراه. ايه التصرفات دي؟ ايه الافكار دي؟ اشرف بن شرقي ما يطلعش، لاعب الوحيد اللي عمل لك الاسيست الهدف الاول، تطلعه ليه؟ ايه الفكره يعني؟ وتطلعه وتنزل عمرو سوليه وقفشه وتطلع اسمه ايه اكرم؟ يا عمي في ايه؟ اشرف لازم يكون موجود في الملعب، ما تطلعوش عد عليه هو امام، خسبهم في الملعب. بلمسه واحده هيعمل لك هدف، بلمسه واحده هيجيب جول. في الدقيقه الاولى ايه، في الدقيقه 4 بدات اول خطوره للاهلي من ناحيه اللي هو راوغ فيها طاهر، محمد طاهر، دفاع البنك الاهلي، وحاول يعمل عرضيه يعني كانت محاولات، كانت بتستبشر خير. بدايه المباراه كانت فيها استبشار خير كده من طريقه لعب الاهلي نازل، ها يلا في شكل للفريق، ها يلا خلينا نقدم كوره. لكن يا جماعه النهايه انا مش عارف اتكلم، والله العظيم واحد عمال بيعرق. ايه هتعمل ايه؟ انت قاعد مغلول محروق طول نهايه المباراه، مش عارف ايه اللي هيحصل وايه السيناريو، و100 سيناريو بقى عمال يجي في راسك. احمد ياسر ريان هيجيب فيك جول دلوقتي وهيعتذر لجماهير النادي الاهلي ويقول لهم انا اسف ان انا جبت فيكم الجول وضيعت الدوري. ايوه، انت لو كنت اتغلبت النهارده ماجد الاهلي باي، خلاص خلص الدوري، كنت خلاص النهارده سلمه بقى وابدا ركز في كاس العالم. حاجه كانت صعبه جدا. البنك الاهلي كان منظم اول ربع ساعه، شكله كان كويس، كان شكله كان كويس، اللعيبه واقفه صح، مقفله على مفاتيح النادي الاهلي، ما كانش فيه اي خطوره من النادي الاهلي. الا اللاعب هو الاحسن والاميز في النادي الاهلي هو امام عاشور. ايوه يا جماعه، قولا واحدا امام عاشور هو احسن لاعب في النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. امام عاشور تسديدتين، تسديده جت خضر والتسديده ثانيه جول، هو ده امام عاشور. والكوره التمريره اللي جات لك لامام عاشور عشان يشوط الكوره الحلوه دي بشماله اللي هي مش رجله الاساسيه، جت من اشرف بن شرقي. يا جماعه هو اشرف بن شرقي وامام عاشور في سنس كده وفي تفاهم ما بين الاثنين، ما تخربهاش بقى. حاجه ماشيه عندك سيبها يا اخي تمشي للاخر. امام عاشور بيجي في الدقيقه 20 بيسدد كوره قنبله بشماله، قنبله. الولد ما شاء الله عليك يا امام، نجم الفريق الاول، نجم الفريق الاول بدون كلام. واقفل ما تسمعش اي حاجه تانية، هو ده امام عاشور، هو نجم النادي الاهلي الوحيد الفتره الحاليه. الولد طول المباراه رايح جاي وعنده بص كاريزما وعنده طاقه كده، عايز يلعب وعاوز يجيب وغيران على التيشيرت وغيران في بعض اللعيبه كانت بتتمشى في الملعب حاجه سيئه.
اتقل عليا قفشه هجي لك بس لما تنزل. بقى طبعا نفس الفكره، الاهلي لما بيجيب الجول الاهلي بيتراجع، الاهلي بيرجع ورا، الاهلي ما اعرفش ايه، وما تفهمش ايه اللي بيحصل في لعيبه النادي الاهلي اول ما بيجيبوا جول. هل ده توجه من الجهاز الفني؟ برضه تراجع، والبنك الاهلي يبدا يسيطر. اي نعم ما عملش اي خطوره في البدايه، لكن برضه نفس الطريقه، برضه بيجيب جول وعاوز ترجع وعايز تدافع. يا حبيبي بطلنا بقى الطريقه دي، الموضوع ده بطل واثبت فشله معانا 100 مره، ما زهقنا. تيجي بقى يعني ايه، خد لك بقى هفوات دفاعيه. كوكا بيه يعني عليه اخطاء وكان فدادين وراه طول الشوط الاول. عندك طاهر محمد طاهر، تطويله الكره لحد ما بترجع، يعني بيطول الكره في رجله بشكل مستفز، ومفيش حد عايز يكلمه، ومفيش حد عاوز يقول له يا حبيبي بس، محدش عاوز يقول له يا بابا بس، يا بابا اللي بتعمله ده غلط، يا بابا انت بتقتل الهجمه ببطئك ده، ما تفهمش. وبقى اللي عليه علامه استفهام كبيره هو جراديشار النهارده كان شاغل باله بالحكم، انت هتحسب لي فاول ولا لا؟ ده بيضربني، ده بيزقني، لكن اداء في الملعب ضايع. ما كانش فيه اي حاجه النهارده. جراديشار النهارده قدم زيرو، ما عملش اي اداء النهارده، مفيش اي حاجه النهارده من جراديشار، ما عملش اي حاجه، وكان يستحق انه يطلع في نص الشوط الاول مش في بين الشوطين. كوره في الدقيقه 43 جت هجمه ممتازه، كوكا عمل عرضيه راحت جوه منطقه الجزاء، توصل على راس مين؟ طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر بلمسه واحده راح مديها جراديشار، يلا يا حبيبي حط الجول الثاني. جراديشار راح رميها في السماء، ما تفهمش بقى في مخه فين، بيدور على ايه اللي بيحصل، ما تفهمش. كوره في السماء كده خلاص اثبتت بقى ان هو جراديشار خلاص هو مش معانا في المباراه دي ولازم يطلع وخلاص. وفعليا يعني ايه الشوط ده ما حصلش فيه اي حاجه بعد كده، الا بقى الكوره اللي في الدقيقه 45 او 46 وقت بدل الضايع. دفاع الاهلي بالناحيه الشمال ناحيه كوكا بقى واشرف بن شرقي، حاجه كده يعني ايه، كوكتيل اخطاء دفاعيه، ميكس اخطاء دفاعيه في تمركز. اللعبه كانت بص بتترقص بالهواء، الولد كان داخل هوب يخش جوه منطقه الجزاء دربكه. ياسر ابراهيم انت انقذتنا الماتش اللي فات وشلت كوره من على المرمى، ايه التغطيه الدفاعيه دي؟ تغطيه دفاعيه ولا اسوأ على مهاجم البنك الاهلي. الراجل يعني ايه، هو ما لقاش حد اصلا، هو راجل لف وشه وشاط لان ما فيش حد واقف، ولا كأن في ياسر ابراهيم موجود. فقدان التركيز ده والزحلقه النهارده اللي كانت كل لعيبه الاهلي بتزحلقها دي حاجه مستفزه جدا، حاجه مستفزه يعني مستفزه لدرجه تموع النفس. ما تفهمش بقى ايه اللي حصل في الكوره دي اهو اتلزقت الهدف في التعادل، دخلت بيراميدز بين الشوطين، عرف انك متعادل، هينزل الشوط الثاني طبعا هياكل بتروجيت، وانت نفسيتك نزلت الارض، واللعيبه بدات بقى في سيناريوهات في راسها وما تفهمش ايه اللي بيحصل. بدا الشوط الثاني، يا جماعه الخير يلا، يا جماعه الخير لازم ننزل ضاغطين، لازم نكون في ماشي. الاهلي نزل الشوط الثاني فعلا ضاغط مع نزول وسام ابو علي، شفنا شك وسام بدا يعمل خطوره وبدا يروح ويحاول وبدا يزعج الدفاع بتاع بتروجيت. لكن يا جماعه كان في حاجه ناقصه في جزء كده. هل هو الغياب الجماهير؟ الجماهير النهارده كانت موجوده، بس الجماهير يا جماعه ما هو ما فيش تنظيم. الجماهير موجوده في عدد موجود وكبير جدا، لكن ما فيش تنظيم ان هو هيشجع ويقول ايه وهيضغط امتى وما يضغطش امتى ويقول ايه ويعمل ايه، ده مش موجود. ده كان مختفي النهارده. ما تقدرش تعيب عليهم، ما برضو يعني الناس مشكوره بتروح وتساند الفريق على قد ما تقدر، وبتقول اي حاجه تعرف تسخن بيها اللعيبه وتشدهم، لكن ما فيش حد بيقود الناس دي عشان هي تطلع تقول حاجه. ما علينا. تبدا بعد كده بقى الشوارع والاخطاء الدفاعيه والمساحات اللي بالجمله في خط دفاع الاهلي. النهارده البنك الاهلي لعبته بس ما كانتش موفقه الفكره ان هو يعرف يدخل ويجيب فيك، والحمد لله انهم ما كانوش موفقين، لان كان في مساحات النهارده فدادين ورا محمد هاني ورا كوكا وفي نص الملعب، كانت هيصه بقى، هيصه. ويجي بقى التغييرات اللي بتحصل ما تفهمش ايه اللي يعني ايه، تطلع اشرف بن شرقي وتطلع اكرم وتنزل السوليه وتنزل قفشه، وقفشه يا نهار ابيض يا قفشه وانانيه قفشه جه في نهايه الشوط الثاني جات له كوره، هو خلاص داخل منطقه الجزاء داخل اهو، بس يباص، بس لو باص لوسام ابو علي جول بدون كلام وبدون فزلكه وبدون اي حاجه، بدون اي حاجه جول. وسام داخل هو خلاص هيشوط جول، لكن قفشه يقرر بطريقه غريبه كده ان هو انا هاخد الكوره دي وهجري وهروح هتروح مش هدخل بقى منطقه الجزاء، لا ده انا هتطرف خالص عايز اخد ضربه جزاء. يا ابني مش ضربه جزاء، ما فيهاش حاجه،
ما فيهاش حاجه يا ابني، مش ضربه جزاء. وارحمنا وارحمنا ارحمنا، كور زي دي تضيع بطولات. انت يا قفشه ليك رصيد كبير، بس ابوس ايدك يا اخي العب السهل. وسام اديله الكره هيشوط جول، خلصنا بدل الشلل اللي احنا كنا فيه ده. وتيجي الكوره الجون وسام ابو علي يا اخي تسلم رجليك. الكوره يعني إيه انت انا مش متخيل حجم بقى رد فعل كل واحد من الجمهور النادي الاهلي على الكوره دي. يا خبر على المباراه دي لو خلصت التعادل، وعلى الضغط اللي احنا كنا هنكون فيه، وعلى التعليقات، وعلى هو ده هيحصل دلوقتي؟ يقعدوا يعيطوا على الكوره بتاعت ضربه جزاء بتاعت اسمه ايه نيمار، في اللي هي تدخل اشرف بن شرقي، هيقعدوا يتكلموا عليها. هي فيها شك هيقعدوا يعيطوا عليها يا سيدي، ولو هي فيها شك وما اتحسبتش احسن. احسن ان هي ما اتحسبتش. ليهم ضربه جزاء وما اتحسبتش عادي جدا. وحسين الشحات مثل في كوره ما خدش انذار، احسن برضه يا عمي، انا حر. مش عاجبك ما تقعدش تلعب في الدوري. وخلينا نقطع بقى بسكات الناس دي، ما نركزش معاهم وما نعملهمش اي حاجه وخلاص. يعني انت عاوز تقول قول يا عم اللي تقوله، ما تقعدش تقرفني. انا مش هقعد دادي بقى اقعد اقول لك لا دي فيها ومش فيها، لا هي فيها يا سيدي وانا قادر والتحكيم معايا، خلصنا بقى فكك مني. جون وسام، هو شوف جون غريب جدا، عرضيه بتتعمل من كوكا تنزل لياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم يعني ايه، عارف انت كل شويه ايه تشوف له حاجه وحشه بعد كده يعمل حاجه حلوه تصلح الموضوع، يعمل حاجه وحشه بعد كده يصلح. والنهارده فعلا هو صلح الكوره الاسيست اللي عمله لوسام، وسام يشوطها على طول في الجول، والحمد لله المباراه تخلص بفوز النادي الاهلي 2-1. انتصار مش مهم، انتصار يا جماعه. هو انت لازم تلعب لاخر دقيقه، ولازم يكون عندك روح وقابليه انك تموت نفسك وتهين نفسك. خروج امام عاشور النهارده وهو خارج ونزل علي معلول بيشد في شعره، لان هو حاسس ان هو عايز يكون موجود. انا اللي اكون موجود مش اي لاعب تاني، انا اللي اكون موجود، وانا اللي هعرف اودي فريقي، وانا هعرف اروح. وعلي معلول يلعب على اي حد موجود دلوقتي. علي معلول احسن من اي حد، ولو هو مش جاهز بدنيا نزله الشوط الثاني، نزله في الدقيقه 60 يا اخي. لكن ايه التنزيله اللي انت نزلتها له دي؟ وينزل مكان كوكا، ما ينزلش مكان امام. الف مبروك للنادي الاهلي، بس يا جماعه حرام كده والله العظيم، اعصابنا اتحرقت، اعصابنا فعليا اتحرقت. مباراه صعبه قوي وممله قوي وفيها تفاصيل فنيه غلسه قوي قوي قوي. كل ده كان ممكن نتفاداه، بهدوء وبساطه، لكن بنصعبها على نفسنا ونتحزلق في التغييرات ونتحزلق في التبديلات ونطلع اشرف بن شرقي ونقعد ونعمل. يا عم العب السهل يا حبيبي، انزل بنفس فكر اول ماتشين. هو انت اللي كنت بتدير ولا حد تاني، ولا اللعيبه هي اللي كانت بتدير نفسها؟ باول ماتشين بعد رحيل كولر قدمت كوره حلوه وكنا مبسوطين، وقلنا الضغط ده، وان الاهلي لو دخل فيه جول مع الضغط ده هيجيب 4 و5، وان الضغط الزياده ده على البتاع، على اي خصم انت هتقابله انت هتعرف تغلبه. مهما كان حاول ومهما عمل ومهما جاب فيك انت هتجيب اكتر، لانك بتضغط شوف دخل فيك واحد بتلاقي اللعيبه جاب تجري باجنحه بخط النص وبي دي طريقه اللعب، هو ده عند امكانياتك كده. ربنا رزقك بكوكبه لعيبه هجوميه، لازم تلعب كره هجوميه على طول، وكره هجوميه بفكر وطريقه لعب وفنيات وانتوهات ومثلثات مش هيصه وخلاص، لازم يكون في فكر. مبروك تاني للنادي الاهلي، فوز يعني بيقرب لك الدوري بنسبه حاجه و90%. احسبها بقى، شوف انت عايز تعمل كام في الميه. دوري في ايدك خلاص، دوري بتاعك. سالك ماتش واحد تحسب بيه الدوري وتخلصنا بقى من الصداع ده، خلصنا من الموسم، وهيكون بشوف من اعظم الدوريات اللي مرت في تاريخ النادي الاهلي. شوف انت كنت فين وبقيت فين. دوري صعب جدا خدته من قلب بيراميدز، بقلبه ايه، دخلت ايدك في زوره وطلعت الدوري وخدته منه، وهتبوظ له الدوري هتبوظ له الموسم بتاعه اللي كان عايز يجيب فيه ثلاثيه ده، دوري وكاس وياخد دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال افريقيا. لازم تحسم مباراه فاركو، انزلوا من اول المباراه احسموها وخلصونا، ما تجيبولناش لغايه الدقيقه 90. حرام عليكم والله. سلام.